موقفي من المصالحة كما تشوف المتظاهرين كلهم موجودين هنا مهما كانت انتماءاتهم، والحمد لله يعني أطراف متعددة من أحزاب، من حقوقيين ومن جمعيات ومن منظمات من كامل الفئات، غنية وفقراء، متوسطين، بطالة وخدامة، وريفيين زاد جاوا حاضرين. الموقف نتاعي أن المصالحة هذه كانت يجب أن تكون ساعة قبل كل شيء تتصالح الدولة مع الشعب، لأنها المصالحة هذه اللي تفوق فئة على واحدة أخرى هذا يخلق شيء من الفتنة، وذكروه محلين وخبراء في الأمر هذا. موقفي من المتظاهرين هذوما ونشوفوا الجبهة الشعبية وغيرهم وعديد من الانتماءات السياسية حاضرين بكثافة والحمد لله، وهذا حق يعني هذا شارع ببورقيبة تحرر معناتها بالثورة، واليوم الناس ناخذ في حقوقنا باش نقولوا كلمتنا. مظاهرة سلمية، مظاهرة مسالمة، مظاهرة تشوف حتى الأمن معناتها مرتاح، ما ثم حتى قلق. ما يلزمناش نسكتوا، لأن المصالحة هذه معناها ماهيش باش تصلح، باش تفسد، لأن المصالحة هذه باش تشرع الإجرام. هذه المصالحة هذه كما هي مقصودة باش تشرع الفساد، وبالتالي لابد من التنديد بها، ولابد من التعريف بالمخاطر اللي ممكن تتأتى من طرف المصالحة هذه. المصالحة الحقيقية هي مع الفقراء، المصالحة الحقيقية هي مع التهميش. يلزم المئات المليارات هذه ترجع لمالها، الالاف المليارات ترجع لمالها، خاصة في المناطق المعزولة، في المناطق المهمشة تاخذ حقوقها، باش نجموا على الأقل نحطوا اليد في اليد، غني وفقير، قوي وضعيف نقولوا احنا، لكن بحقك وحقي، بواجبك وبواجبي.